بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين ما أصابهم من أمر دينهم ودنياهم، وردهم إلى دينك ردا جميلا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة، فقد وصلنا في المقدمة الثانية لكتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى إلى قوله: طيب. أو العاطفة لها 5 معان: الشك والإبهام والإباحة والتخيير والتنويع، والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. هكذا ذكر هنا. طيب، هذا سبحان الله الموضوع ما عم يفتح عندي. طيب، المعنى الأول الذي ذكره الشيخ أو العاطفة وهو الشك. الشك معناها آه، أنه تجويز أحد أمرين من غير ذكر الشيء الذي يراد، مثل قوله تبارك وتعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فهذا للشك في ما لبثوا. والشك يكون يعني مع عدم العلم بالحاصل. هذا هو الفرق بينه وبين الإبهام. أما المعنى الثاني الذي هو الإبهام، أن المتكلم يريد عدم ذكر الشيء ويريد إبهامه للسامع، مثل قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا ليس شكا، وإنما إبهام على السامع وعدم ذكر الشيء أمامه. هذا الفرق بينه وبين الشك. قال: والإباحة، الإباحة تكون هذه الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع. يعني قوله تعالى مثلا: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تفعل هذا أو ذاك، لكن يجوز أن يترك الأمرين معا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، المقصود اترك أحدهما، لا تطع آثما أو لا تطع كفورا، لكن يجوز أن يترك الأمرين، أن لا يطيع الآثم ولا الكفور. أما التي للتخيير فهي الواقعة بعد الطلب
وقبل ما يمتنع فيه الجمع. التي قبلها قبل ما يجوز فيه الجمع، أما التي للتخيير قبل ما يمتنع فيه الجمع. نحو قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا يوجد طلب لإخراج الكفارة، والخصال الكفارة يمتنع فيها الجمع، لأن المقصود بالكفارة خصلة منها. فإذا قيل إنه يجوز أن يجمع هنا بين خصال الكفارة فيفعل الذي الحانث جميع الخصال، الجواب أنه يمتنع الجمع بين خصال الكفارة التي يقع كل منها عن الكفارة. أما هو يجوز أن يجمع، لكن الذي يقع عن الكفارة خصلة منها فقط، والباقي يكون تطوعا، وهكذا. إذا هذا ما يقصد بالتخيير. قال: والناصبة للفعل. الناصبة للفعل بمعنى إلى أن، أو إلا أن، أو كي. فالناصبة للفعل بمعنى إلا أن، كقول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. يعني لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. فهذه بمعنى إلى أن. وأما التي جاءت بمعنى إلا أن، فقال الإمام ابن هشام في المغني إنه حمل عليه بعض المحققين قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال هذه جعلوها منها، والمقصود ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن فريضة، إلا أن تفرضوا لهن فريضة. فالحالة هنا التي نصت عليها الآية هي أنه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء قبل أن تمسوهن. أما إذا كان إلا أن تفرضوا لهن فريضة فهذه سيأتي حكمها. وهناك قول آخر في الآية إن أو في الآية بمعنى الواو، يعني صار المعنى ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، لكن المعنى الأول هو المقدم. ثم قال: أم استفهامية، وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها، ومنفصلة مما قبلها. فهذه أم الاستفهامية التي يقول عنها الشيخ ويكون فيها معنى الإنكار والإضراب وهكذا، جعلها على نوعين: المتصلة وهي التي تعادل بين ما قبلها وبين ما بعدها. لماذا سموها المعادلة أو التي تعادل ما قبلها بما بعدها؟ لأنه لا يجوز أن يستغنى بأحدهما عن الآخر، لذلك سموها المعادلة. فهذه
المعادلة أو المتصلة هي على نوعين. أولهما أن يتقدم عليها ما يسمى همزة التسوية، نحو قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. فهذه تقدمت الهمزة التي هي للتسوية، وهذه وهذه أو هذا النوع منها هو الذي يستحق الجواب. لماذا؟ لأن المعنى ليس على الاستفهام، ليس آه، آه، أو هذه التي لا تستحق الجواب، لأن المعنى ليس على الاستفهام. يعني هنا سواء عليهم، ثم جاءت هذه الهمزة: أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. هذه ليست همزة الاستفهام، وإنما هذه فقط للتسوية، يعني استغفارك لهم وعدم استغفارك لهم سواء عليهم. فهذه عادلت بين هذه الحالة وتلك الحالة. أما النوع الثاني فهو أن يتقدم عليها همزة يطلب بها بالهمزة يعني، وبأم التعيين، التعيين إحدى الحالتين، نحو قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء التي بناها هي أشد خلقا منكم. فهذا الاستفهام الذي معها هو في الحقيقة هو على الحقيقة. وأما قوله ومنفصلة مما قبلها، هذه التي تسمى أم المنقطعة، فهذه هي التي قال عنها العلماء إنها التي لا يفارقها معنى الإضراب. الإضراب يعني إضراب عن شيء وذكر شيء آخر، وقد يكون هذا الإضراب مجردا أي وحده، وتارة أخرى يكون مع الاستفهام الطلبي أو الاستفهام الإنكاري. ولذلك قالوا هي تأتي على ثلاثة أنواع. أولها أن تكون مسبوقة بالخبر المحض، كقوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. أم يقولون افتراه. فهنا جاء أولا الخبر، ثم جاءت أم المنقطعة التي فيها معنى الإضراب، يعني بل يقولون افتراه، هو لا ريب فيه من رب العالمين، لكن الكافرين يقولون بأن إنه مفترى والعياذ بالله تعالى. والنوع الثاني أن تكون مسبوقة بهمزة بغير الاستفهام، نحو قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. فالهمزة هنا التي تقدمت هذه ليست للاستفهام، وإنما هي للإنكار. هذه همزة الإنكار، ليس سؤالا عن أن الأرجل يمشون بها ولهم أيد يبطشون بها، وإنما إنكار عن ذلك على ذلك. والثالثة أن تكون مسبوقة باستفهام بغير الهمزة، نحو قوله تعالى: هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. طيب، وأيضا مما جاء فيه الإضراب مع الإنكار قوله تعالى: أم له البنات ولكم البنون. فهذا إضراب وأيضا فيه معنى الإنكار. ثم قال: إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة.
فإما التي للتنويع وهو ما يقول عنه بعض العلماء يسميه التفصيل، فذلك نحو قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا هو التفصيل أو التنويع. طيب، والتخيير كقوله تبارك وتعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فهو مخير بإحدى الخصلتين أن يفعلها، أن يعذب أو أن يتخذ حسنا. وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الشرطية. هو هذه المركبة من إن الشرطية وما الشرطية هي في الحقيقة إما الشرطية، هي إما الشرطية. ومثالها قوله تبارك وتعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي. فأصل إما هنا إن ما، والجواب جاء فقولي. ثم قال: أما المفتوحة المشددة للتقسيم للتقسيم والتفصيل. هذه أما المفتوحة المشددة. والأمثلة عليها كثيرة. مثلا قوله تبارك وتعالى: أما الغلام فكان أبواه صالحين وكان تحته. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهذه تأتي لتفصيل حالات ذكرت قبلها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما فهكذا تأتي هذه الحالات للتفصيل. طيب، ثم قال: ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح وللتوبيخ والعرض والتمني. للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني، مثلا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ثم قال: إلا المكسورة المشددة استثناء، وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. للإيجاب بعد غير الواجب يعني بعد غير المثبت. يعني غير المثبت هو المنفي، وهكذا. مثلا قوله تبارك وتعالى: وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية، مثل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه، أصل إلا هنا إن لا تنصروه فقد نصره الله. نعم.
ثم قال أي المشددة 7 أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. فالشرطية كقوله تعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهنا جاء الجواب بقوله تعالى: فله الأسماء الحسنى. والاستفهامية كقوله تعالى: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. والموصولة كقوله تبارك وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فهنا جاءت بمعنى الذي. وأما النداء فهي كثيرة، أمثلتها كثيرة كقول تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. وأما التي تأتي للصفة أو للوصف فهي التي يسميها النحويون أي الكمالية، التي تقع صفة للنكرة. تقول فلان رجل وأي رجل، فهي تصف النكرة. والظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، والمصدرية إذا أضيفت إلى المصدر. ثم قال: إي المكسورة المخففة ومعناها التصديق. التصديق الإيجاب لتأكيد الخبر يعني. وهذه قالوا لا تكون إلا بعد القسم كقوله تعالى: قل إي وربي. قل إي وربي يعني نعم، بمعنى نعم. ثم قال: إلى معناه انتهاء الغاية، يعني حرف إلى معناه انتهاء الغاية. وقيل تكون بمعنى مع، يعني تأتي إلى بمعنى مع. قوله تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني الانتهاء الغاية. ثم أتموا الصيام إلى الليل، فتنتهي الغاية بأول الليل. الغسل ينتهي عند المرافق. لكن الذين قالوا تأتي بمعنى مع هنا لأجل أن غسل في آية الوضوء يكون المرفق داخلا في الغسل، فقالوا إلى تأتي بمعنى مع. هو الصحيح في اللغة أنها لانتهاء الغاية، ليست بمعنى مع. لكن دخول المرافق في الغسل في آية الوضوء لدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يده وأدخل المرفق في الغسل وشرع في العضد. فهذا دليل من السنة. أما من حيث أصل اللغة لا يدخل ما بعد إلى فيما قبلها. يعني إذا قال له: بعتك البستان إلى الشجرة، فالشجرة لا تكون داخلة في ما يباع، وهكذا. ثم قال: الهمزة للاستفهام والتقرير. للاستفهام والتقرير. الاستفهام طلب الجواب، أما التقرير هو هذا يسمى استفهام يعني تقريري، لا يطلب عنه الجواب، وإنما لإثبات الحاصل والواقع مثلا. والتوبيخ والتسوية، تسوية بين شيئين، مرت معنا بعض أمثلة الهمزة سابقا. والنداء، وأصلية وزائدة للبناء. البناء يعني البناء الصرفي في أصل الكلمة، في بناء الكلمة.
آه، وتقع أيضا أصلية من أصل الكلمة، وتقع زائدة في الكلمة لأنها آه، تزاد في الميزان الصرفي، فهي من حروف كلمة سألتمونيها، وهكذا. نكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله من حرف الهمزة. وأنا أعتذر اليوم عن شيء من التعب، في لأنني يعني متعب، وكنت يعني أريد أن أعتذر عن الدرس، لكن سبحان الله يعني دخلت فيه والحمد لله رب العالمين. هل من شيء إخواننا الكرام؟